بس وقعت لي يا عم ميسي ومحدش سمع عليك. تاريخك الكروي هينتهى يوم ماتش الافتتاح. انسى انسى، انا ليا طار عندك وهاخده بالذوق بالعافيه. انا هاخده، انا جاي اخد الثلاث نقط منك يوم الافتتاح. جات لك بقى بمروان، جات لك باكرم، جات لك بامام عاشور، جات لك بعمك مجدي قفشه، جات لك برامي ربيعه. انا باذن الله كده كده مش هخرج بالماتش غير بالثلاث نقط بتوعي. يعني انا لو قلت لك عزيزي الاهلاوي ان انا متوقع القرعه ديت، المجموعه ديت، من الساعه 3 او 4 العصر، مش هتصدقني. انا كنت قاعد مع واحد صاحبي فقمت له ان شاء الله الاهلي هيقع مع بالميراس ومع انتر ميامي. بورتو الصراحه ما كنتش متاكد منها، يعني انا كنت متوقع تشيلسي، بروسيا، اتلتيكو مدريد. كنتش متوقع الصراحه بورتو خالص. يعني قلت المجموعه اكيد مش هتبقى سهله قوي كده. وعلى فكره مجموعه الاهلي مش سهله قوي زي ما الناس متخيله، لا في مجاميع اسهل. بس سهوله مجموعه الاهلي ان هي ما فيهاش فرق في تصنيف اول وتاني من الفرق الكبيره. ايوه بورتو فرق كبير بس مش زي تشيلسي، مش زي بروسيا، مش زي اتلتيكو مدريد. يعني التصنيف التاني الحمد لله احنا وقع معانا بورتو. في التصنيف الاولاني الحمد لله بالميراس، يعني بالميراس احنا كاسبينه في كاس العالم للانديه، فكويس اللي وقع معانا. احنا فريق عارفينه ولعبناه كذا مره وكاسبينه، فهيبقى الدنيا تمام. يعني مثلا ما وقعش معاك في التصنيف الاول ريال مدريد، ما وقعش معاك السيتي، ما وقعش معاك الباير، ما وقعش معاك باريس. فانت سهوله مجموعتك ان انت ما معكش فرقه من تصنيف اول وتاني، فرقه كبيره. دي سهولتها. ايوه بورتو فرق حلو بس مش زي الفرقه التانيه، مش كبيره زي الفرقه التانيه. فدي سهوله مجموعتك شويه. المجموعه التانيه ايوه انت هتلاقيها سهله، بس انت هتلاقي في كل مجموعه فريق كبير سواء تصنيف اول او تصنيف تاني، فده اللي ممكن يصعب المجموعه شويه. انما مجموعه الاهلي ان شاء الله حلوه، وان شاء الله الاهلي هيقدر يكسب لو ان ماتشين، وان شاء الله نصعد. الفكره بقى انت حتى لو صعدت، يعني انت باذن الله لو صعدت تاني او اول، هتقابل المجموعه التانيه اللي فيها مين؟ فيها اتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان. فالمجموعه برضو انت حتى لو صعدت اول او تاني انت هتقابل عتاوله من العتاوله دي. فان شاء الله يعني حتى احنا عايزين نصعد، يعني حتى لو عايزين نصعد وقابلنا فريق من دول، حتى لو خسرنا وطلعنا بس نبقى صعدنا وعملنا اداء مشرف فعلا، ما طلعناش مثلا تالت او رابع وروحنا. برضو انا مش عايز اقول لك مثلا ان انت هتنزل تكسب بانتر ميامي وتكسب مش عارف ايه. انا بقول لك ان شاء الله نكسب ونعمل اداء حلو. برضو الرك كل دوت على اداء اللاعيبه. هل اللاعيبه فعلا هتبقى رجاله وهتبقى قد المسؤوليه اللي اتحطت فيها؟ ايوه انا كده كده عارف ان اللاعيبه رجاله واللاعيبه هتأدي المسؤوليه وكل حاجه، بس الحدث ده حدث اول مره يحصل، حدث كبير. الاضواء كلها بالذات ماتش الافتتاح الاضواء كلها عليك انت، الاضواء كلها عليك وعلى انتر ميامي. فانت هل فعلا هتبقى قد الحدث؟ انا برضو باذن الله ان شاء الله نبقى قد الحدث، وان شاء الله اللعيبه تبقى قد المسؤوليه، وان شاء الله نعمل اداء مشرف. بس كده كده كاس العالم ده لسه في شهر 6 25، فلسه 6 او 7 شهور. فانا مش عايز اللعيبه تفكر وياخد من تركيزها البطوله والقرعه والبتاع. وانت عندك هتلعب رونالدو يوم السبت، عندك نص نهائي كاس انتر كونتيننتال. باذن الله عايزين نركز في الماتشين دول، عايزين نكسبهم، عايزين نصعد نقابل ريال مدريد. فكل دوت حاليا اهم من بطوله كاس العالم. لسه 6 7 شهور. من هنا ل 6 7 شهور نعمل اللي احنا عايزينه، نركز في الماتشات بتاعتنا، نكسب، نعمل اداء حلو، نجيب صفقات عشان الاهلي لازم له 3 4 5 6 صفقات عشان تروح وتنافس انك تصعد من المجموعه. لازم الاهلي صفقات، لازم الاهلي يجيب صفقات. بس كده يا عزيزي، انا كنت جاي اقول لك رايي في القرعه، كنت جاي اقول لك ان انا متوقع القرعه الحمد لله، متوقع من فرقتين من الثلاث فرق، والحمد لله توقع تمام. يعني حتى لو صاحبي بعد ما توقعت يقول لي هو انت مين اللي قال لك؟ بس كده يا عزيزي، متنساش تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام.